السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وحلقتنا هي تكملة سلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن مسلسلات الموسم الرمضاني 2026، لأن خلاص يقترب علينا شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. فمكملين بالحلقات وبنتكلم عن المسلسلات اللي هيتم عرضها في الموسم الرمضاني. فاتكلمنا عن عدد كبير من المسلسلات، تقدر تخش على القناة الحلقات بالكامل وبالترتيب موجودة، خش وتتفرج على كل الحلقات. وفي حلقتنا النهارده جايين نتكلم عن مسلسل جديد، والمسلسل اللي معانا النهارده وهو مسلسل رجال الظل عملية رأس الأفعى، واحد من الأعمال الوطنية اللي تعودنا عليها إنها تكون متواجدة في الموسم الرمضاني من أيام مسلسل الاختيار الجزء الأول عن قصة وحياة الشهيد أحمد منسي والقوات المسلحة. فيعود أمير كرارة مرة أخرى بعمل جديد، ونعتبر هو ممكن نقول عليه الجزء الرابع من مسلسل الاختيار، ويعود بشخصية جديدة في مسلسل رجال الظل. الشخصية اللي هنتعرف عليها خلال الأحداث وخلال حلقتنا لما نخش ونتكلم في قصة وأحداث المسلسل. كل اللي عايز تعرفه عن المسلسل هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل نبدأ الحلقة ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم أخوكم إسلام، يلا بينا نخش في الحلقة على طول. قربت مني هفكر المحطة. اسمك يا مش احنا اللي ابتدينا الحرب دي. بسم الله. ومسلسل رجال الظل، اسم المسلسل رجال الظل، لكنه هيتكلم عن احدى العملية اللي تم القبض فيها على الاخواني او مرشد جماعة الاخوان محمود عزت. نخش في تفاصيل القصة والأحداث. تعالوا الأول نتعرف على أبطال وصناع المسلسل. والمسلسل من بطولة كل من مع حفظ الألقاب الجميع أمير كرارة، شريف منير هنا اللي هيكون قايم بدور شخصية محمود عزت، كارولين عزمي وأحمد غزي ومراد مكرم، وعودة النجمة القديرة ماجدة زكي، جيسيكا حسام الدين وجلا هشام وعمر رياض. ومسلسل رجال الظل من تأليف هاني سرحان، اللي من أشهر أعماله مسلسل الأب الروحي ومسلسل الاختيار، وأخيرا كان مسلسل بطل العالم، المسلسل اللي لسه خلصان، والمسلسل من اخراج خالد بكير اللي كان من اشهر اعماله مسلسل غرفة 207. ودلوقتي بعد ما اتعرفنا على ابطال وصناع المسلسل، تعالوا دلوقتي نخش في قصة المسلسل. بعيدة قوي. طب انت شايفه يعني الموضوع سهل؟ قل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بيحكي لنا مسلسل رجال الظل عن صراع أجهزة الأمن القومي مع قوى خفية وتهديدات معقدة وتوتر اللي بتواجهه استقرار مصر، وإن المسلسل بيكشف بالتدريج عن شبكات وتحالفات بتتطلب المواجهة الحاسمة ومعارك ذكية. كل ده بيدور في إطار متوتر ومليء بالإثارة والتشويق. إنها معركة الصبر والجلد. بس طالما هم اللي بدأوها فاحنا مش هنوصل. ازاي معلومة صغيرة جدا جابت كل الشغل ده؟ وطبعا خلال المسلسل بنشوف عودة النجمة الكبيرة ماجدة زكي بعد غياب دام لمدة 5 سنوات، وكان آخر عمل ليها كان مسلسل وطني برضه، وهو مسلسل هجمة مرتدة. يا رب اكبر بخاطر ابني. وزي ما اتكلمت في اول الحلقه ان احنا هنشوف النجم شريف منير ان هو هيجسد شخصيه مرشد جماعه الاخوان في الوقت ده فتره حكمهم محمود عزت. إنها معركة الصبر والجلد. وطبعا النجم امير كرارة المتميز في النوعيه دي من الاعمال، وانطلاقته في كلبش 1 و2. طبعا مسلسل كلبش ما كانش عمل وطني لكنه كان ضابط شرطه، فكان المسلسل ده هو انطلاقه امير كرارة في نوعيه الاعمال الوطنيه ونوعيه اعمال الاكشن. وبعد كده شفناه في مسلسل الاختيار 1. فبيعود لينا امير كرارة في مسلسل رجال الظل شخصيه جديده، لكن المره دي مش هنشوفه قوات الجيش، لكننا هنشوفه في اجهزه الامن واجهزه الشرطه. انت عايز تفهمني ان كل اللي بيحصل ده صدف؟ جهز عبوات لعملية جديدة هتتنفذ. لازم ننتقم لاصحابنا ونعرفهم ان الموضوع مش هيعدي بالساهل. طبعا المسلسل هتدور احداثه انها هتكون من قلب واحده من اخطر المراحل اللي مرت بيها دوله، اللي مرت بيها مصر، وهي الفتره اللي كان متواجد فيها حكم الاخوان. وان العمل هيبروز مطارده اجهزه الامن الوطني للقيادي الاخواني الهارب وقتها محمود عزت، اللي كان قايم باعمال مرشد الجماعه في الوقت ده. وهتكشف الاحداث عبر خط درامي الوجه الحقيقي لجماعه الاخوان الارهابيه، واسلوبها العنيف والخبيث واللي
الانتقامي بعد سقوط حكمهم ورفض الشعب ليهم، وان برضو العمل بيسلط الضوء على الادوار البطوليه والتضحيات اللي اجهزه الدوله الوطنيه ورجالتها اللي خاضوا معارك شرسه لحمايه الدوله في صراع استخباراتي معقد، وكل ده بيتراوح ما بين الواجب الوطني والخطر اللي بيتعرضوا له، حيث انه مفيش مجال للخطأ. ودي القصه اللي هنشوفها في مسلسل رجال الظل، عمليه رأس الافعى. مفيش اكتر من الواد المسلم. محدش هينام في البلد دي من النهارده. ال10 اللي حددناهم في واحد منهم ليه ملف عندنا، وخليهم يورونا بقى هيدوروها ازاي. بحب النوعيه دي من الاعمال الوطنيه اللي فيها شرطه وجيش بتفرج عليها، فانا متحمس للمسلسل ده. يمكن مشكلتي او السلبيه اللي بشوفها في النوعيه دي من الاعمال هي الدراما المفرطه، دراما زياده عن اللزوم ممكن ما تبقاش موجوده في الواقع. بعد كل الكلام ده بعيد عن تضحيات رجاله الشرطه والجيش، انا مش بتكلم في الجزء ده لان ده جزء مش محتاجين نتكلم فيه لانه معروف وبنشوفه بعينينا. انا بتكلم على الكاتب الدراميه اللي بيضيفها المؤلف والمخرج، ما بحسش انها بتكون واقعيه قوي هي في الحته دي مشكلتي الوحيده فيها النوعيه دي من المسلسلات. لكن انا متاكد يا حسن انك قدها ودود. لو تسمحي لي محتاج فرصه. انت كسرت جوايا حاجات مستحيل تتصلح عليها. فانت برضو تقدر تقول لي هل انت متحمس لمسلسل رجال الظل، وازاي بتشوف النوعيه دي من الاعمال اللي بيتم تقديمها، بعيدا ان المسلسلات دي بتتقدم فيها وثائق وبتعرض فيها مشاهد لاول مره بنشوفها. انا اعتقد زي مسلسل الاختيار الجزء الثالث، في نهايه كل حلقه كنا بنشوف تسريب كده كان بيتعرض. النوعيه دي من الاعمال بتخليك تقرب اكتر وبتشوف حاجات اول مره تشوفها، ودي واحده من الاسباب اللي بتخليني متحمس للنوعيه دي من المسلسلات. كده بقى نبتدي الحكايه. وبس كده يعتبر احنا اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرف عن مسلسل رجال الظل. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتنزل تحت تعمل لي لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.